السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه يا احلى متابعين واحلى اخوات في الدنيا؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. طبعا بشكر كل حبايب قلبي اللي دخلوا ونوروني بالاشتراك في القناة بتاعتي، وبشكر كل واحد طبعا دخل كتب كومنت. كلكم بجد بتفرحوني لما بلاقي قناتي بتكبر باحلى اخوات في الدنيا. نخش بقى كده على رد محمد حوارات على الكلام طبعا اللي طلع على نسايبه او اللي اتقال بالذات على الحاج رزق. طبعا يا جماعة هم الحمد لله اتصالحوا، وديت احسن حاجة هم عملوها. اتصالح هو وحمدي وحسن ومفيش اي حاجة. وطبعا العم رزق كان زي اي اب، كان زعلان على بنته، وكان عايز يطلع برضو مقهور على بنته واللي حصل لها. بس طبعا هو اتكلم بشكل ما كانش صح ان هو يطلع الكلام دوت كده على العلن، وفي نفس الوقت هو برضو اتكلم وما كانش يعرف زي ما محمد بيقول ان هما اتصالحوا. ومحمد ده بيقول الكلام انا اللي اتقال امبارح دوت مش على عم رزق خالص، هو عم رزق اخده عليه، بس انا وضحت له الكلام واتصلت بيه وعرفته ان الكلام مش عليك، عشان طبعا في ناس اخدت الكلام ونزلته بقى وعملت منه مواضيع وكلام وفيديوهات. انتوا فاهمين؟ يعني اللي يحاول يلم الدنيا ما بينهم. يعني بصي محمد كاتب ايه، يا ريت كل واحد يركز في نفسه. بجد بجد يا ريت فعلا كل واحد يركز في نفسه ومحدش يزود الكلام، لان احنا زعلنا امبارح وكله جه بقى على الاء انت عقب اهلك، انت ازاي محمد يطلع يقول في الستوري كده. لان محمد طبعا برضو امبارح طلع ستوري وقال مفيش حاجه ما بيننا، واي كلمه تطلع مش طالعه مننا محدش يصدقها، واحنا ما قلناش الكلام دوت والكلام ده كله. فطبعا الناس كلها دخلت هجوم على الاء، انت عقب اهلك وازاي محمد يقول كده هو على اهلك. ماما راح جاي محمد طلع النهارده بستوري تاني بوضح الكلام وقال عم رزق دوت جزمته فوق راسي، ولو رجع بيا الزمن انا هحط ايدي في ايد عم رزق وهناسب العيله ديت، وديت عيله تشرف. انتوا فاهمين؟ والحمد لله الامور بقت كويسه ومفيش حد عامل دلوقتي لحد بلوك، وقلق بتكلم اخواتها كلهم. بس اللي احنا طالبينه بقى من محمد اخوها محمد رزق يخف بقى شويه من البوستات، لاني بيتكلم كلام عميق قوي الصراحه محمد وبيولع الدنيا. لان احنا مش حاسين الكلام اللي بيتكتب على الانستجرام بتاع محمد دوت عم رزق هو اللي بيكتبه. يا ريت يا محمد ما تكتبش اي حاجه، بجد دي رساله بنوجهها لك، الناس بتحبك وما تخليش قناتك بجد تقع الكلام اللي انت بتقعد تكتبه، عشان الناس تفضل متفاعله مع قناتك. الناس حابه بقى مثلا محتواك انت، ما تدخلش حاجه تخص اختك ولا تكتبها عندك على القناه، عشان قناتك والناس ما تزعلش منك، لان الناس داخله تعرف ايه اللي حصل وانتوا هتقولوا ايه، لان انتوا اللي بتطلعوا الاسرار بتاعه الاء، حصل بينها ايه وبين نهال، بينها وبين حسن، بينها ما اعرفش ايه. فبلاش يا محمد، بجد دي رساله احنا بنوجهها لك، ما تتكلمش بقى خالص عن اختك وحياتها خالص، خليك في حياتك انت واهلك يا محمد يا رزق. هو ده بصراحه اللي احنا بنقوله لك عشان الناس تفضل تحب قناتك. والاء متنزله صوره باباها عندها على الانستجرام وبتقول له انت جزمتك فوق راسي ويا اطيب اب واحن اب، وهو فعلا كده خايف على بنته وزعلان على بنته، فكان لازم يطلع يتكلم كده هوت، وهي ولا عاقه ولا اي حاجه. يا جماعه الموضوع كان لازم يتلم، لان كان هيحصل كلام كتير جدا وكل واحد كان هيشمت في العيله ديت. يعني هم احسن حاجه اللي هم عملوها اللي هم خلاص اتصالحوا، ايا كان بقى اتصالحوا ما تصالحوش الدنيا هديت ما بينهم، اللي هم مش هيطلعوا كلام تاني على السوشيال ميديا على لسانهم هم، لا هم خلاص كده بقوا مختصرين الموضوع بينهم وبين بعضيهم، عشان زي ما محمد بيقول احنا ما بنحبش نطلع غير محتوانا بس على اليوتيوب، مشاكلنا بقى الخاصة دي كده بينهم وبين بعضيهم، ودي احسن حاجة هم عملوها، اللي هم يخصوا بقى بعضيهم بأي حاجة ما بينهم. وبقوا ينزلوا ستوريهات، كانوا بقى لهم طبعا فترة ما بينزلوش الاستوريهات ديت قديمة، منزلين اللي هم عيلة كويسة وبيتجمعوا مع بعض وحلوين، وهو ربنا يهدي سركم، وهو دوت اللي احنا فعلا عايزينه منهم، ومش عايزين حد يشمت فيهم ولا حد يتكلم عليهم، مشاكلهم الخاصة تبقى مقفولة زي ما احنا متعودين. يعني الصورة ديت كلهم منزلينها، نهال وحسن ومحمد وآلاء وزياد ونيرة، واللي هم متجمعين واللي هم كويسين، منزلين بقى صور
قديمه كتير جدا مع بعضيهم، اللي هم عيله مترابطه وعيله كويسه. وهو ده اللي احنا عايزينه واللي احنا اخدناه على العيله دي. كان بيحصل كتير، يعني زي ما بيقولوا كتير وقليل، ما بنسمعوش ان هم طلعوا ردوا. فما هيطلعوا يردوا هيردوا على بعضيهم؟ يعني دي الصراحه استحاله، وما كناش نحب نشوفوها في عيله الحاج جابر وبين حسن ومحمد وحمدي. لا، عيله حوارات وعيله الحاج جابر وعيله حمدي دولت الصراحه مش اخدين منهم ان هم يطلعوا يردوا كده على بعض في حاجه. ده ما بيردوش على الغريب، يبقى هيردوا على بعضهم ويتكلموا على بعض. فاحسن حاجه اللي هم وقفوا بجد المهزله اللي كانت هتحصل على اليوتيوب، اللي كل واحد يطلع يتكلم عليهم بكلمه. وديت صوره محمد حاطط ايده في ايد عم رزق، بيقول لو رجع اليوم ده هحط ايدي في ايدك، علشان برضو انت راجل محترم وبتفهم في الاصول. يعني بجد الراجل كفايه ان هو حذف الفيديوهات من عندهم من على القناه، لان محمد ابنه كمان كان منزل بقى شورتس ومنزل على الانستجرام، وكان بقى مقطع الفيديو اللي ابوه كان بيتكلم فيه، وكان منزله بقى شورتس كتيره قوي، مش عارفه كان منزل 3 أو 4 شورتس. فكان هياخد بقى الموضوع محتوى. فانت يا محمد حاول، محمد رزق انا بتكلم على محمد رزق، حاول تلم الدنيا يا محمد وما تتكلمش تاني على اختك. مهما يحصل بينها وبين جوزها ما لهمش غير بعض، وهيرجعوا مع بعض. ولو حصل بين عيلة محمد بين اهل جوزها مشاكل، مالكش دعوه انت بيها، عشان اختك كده هتبقى في نارين، مش عارفه تراضي جوزها ولا عارفه تراضيكوا. يعني انا بجد بتكلم الكلام ده بما يرضي الله. اي واحده في مكانها كده، واحده معاها طفله لسه صغيره، وواحده حامل ولسه متجوزه ما فرحتش يعني بشبابها ولا بعيالها ولا بحملها، فهتبقى متقطعه بين اهلها وبين جوزها. هتراضي مين يا جماعه؟ ما هي مش معقوله ما هتيجي على جوزها وهتراضي اهلها، لا قدر الله تتطلق. فاهمين؟ طب هتراضي جوزها وهتزعل مع اهلها؟ لا. فهم يا ريت تفهموا الوضع دوت يا جماعه. لا طيبه جدا، وما انتوا بايديكم ما تقعدوش تقولوا لا طيبه لا طيبه، عشان ما تتحولش. يكفيكوا شر الطيبه، اما بتتحول بجد بتبقى صعبه. يعني خليها فعلا كده طيبه، وده احسن لها بكتير والله. مش حته طيبه بقى ومش عارفه تاخد حقها، لا، الحق عند ربنا، اللي ليه حق ربنا هيجيبه لها. بجد انا بتكلم الكلام دوت من قلبي، عشان خايفه على الاء وعليهم كلهم، مش عايزه حد بجد يشمت فيهم. فيا محمد يا رزق، خلي مشاكل اختك هي واهلها، هي واهل جوزها تخصها هي، ما تنزلش عندك انت وباباك اي محتوى يخص الاء وزعل الاء ومشاكل الاء. مصيرهم هم بيتصالحوا، بيحصل بينهم كتير وقليل وفي الاخر بيتصالحوا مع بعضهم. بصوا الاء كاتبه ايه: كفايه انك حنين يا بابا، وربنا يبارك في عمرك يا حبيب قلبي. ابويا ده جزمته فوق راسي. عشان بس انتوا ما تقعدوش تقولوا الاء عاقه، وازاي تقولي كده لابوكي. امبارح تقول له في الستوري بس امسح يا اسطى حته ان هو مش كويس دي. لا، هي الدنيا كان بيلم الدنيا، بس محمد عشان محدش يطلع ويتكلم كتير في حته اللي الكلام على عم رزق. هو محمد قال عم رزق فاهم الكلام غلط، احنا ما نقصدش عم رزق. وجزمته فوق راسي، ودوت نسب يشرف، مش زي ما هما بيقولوا نسب يعر. لا، ده نسب يشرف ونسب كويس، ولو رجع بيا الزمن انا هحط ايدي في ايد عم رزق وهتجوز الاء برضو تاني. يا جماعة بجد بجد يعني ربنا يهدي سرهم ويختار لهم الأصلح، ويبعد عنهم أي عين وحشة واي حاجه وحشه بجد بجد. يعني يا ريت يفضلوا كده اهوت مع بعضيهم سند لبعض، وفعلا كويس اللي هم اتصالحوا، ويا ريت نشوفهم في اقرب وقت فعلا مع بعض. يا رب يا رب تكون هي دي المفاجاه اللي محمد بيقول عليها، واللي الاء واللي قصدي واللي زياد برضو بيقول عليها، لان هو كانوا بيقولوا انتظروا المفاجاه، ومحمد بيقول انا مجهز لكم مفاجاه جامده هتعجبكم. فاحنا قاعدين مستنيين بقى يا المفاجاه ان هو هيسافر عند حمدي ووفاء في تركيا ويتجمعوا كلهم، يا اما هينزل مصر. فمش عارفين بقى ايه المفاجاه. بس الصراحه مفاجاه مصر مش هتبقى مفاجاه قويه. احنا متوقعين المفاجاه القويه اللي هتسكت اي حد ان هو يسافر تركيا عند حمدي ووفاء، وحسن يسافر تركيا عند حمدي ووفاء، وكلهم يتجمعوا هناك في اسبوع مسك. هو دوت احسن حاجه. بص هنا نهال كانت بعت الالاء بتقول لها ايه هنا بقى، لا اللي رد على باذن الله هنروح مع بعض احلى رحله قريب، ربنا يبعد عننا اي حاجه وحشه. لان كانت نهال بعتلها بتقول لها كده تروحي الرحله الحلوه ديت من غيرنا.
انا كان منزله لكم كل الستوري اللي كان بينهم، وهم دلوقتي بيثبتوا للناس اللي هم فعلا كويسين وتصالحوا، وما فيش حد عامل حظر لحد ولا عامل اي حاجه لحد، وكلهم كويسين مع بعضيهم. ولازم يعملوا كده في الوقت دوت عشان محدش يشمت فيهم وحد يتكلم عليهم. ديت احسن حاجه هم بجد عملوها. يعني الواحد كان حزينه، ما كان الايام اللي فاتت كان سامع ان هم زعلانين وان هم عاملين انفولو لبعضهم وما بيكلموش بعض، وده يقول على ده وده يقول على ده. لا لا، ما كناش متوقعين كده بجد من العيله دي. ده ما بيردوش على غريب، يبقى هيردوا على بعض. يعني لا، فكده احسن حاجه. وبجد ما حدش يشعل ما بينهم، ولا حد يقول ده حد قال عنك كذا، ولا حد يقول ده عنك قال عنك كذا. احنا مش عايزين بجد نسمع كده هو التاني. يعني ومعلش يا جماعة، هو الحاج رزق كان زعلان على بنته، بس يعني بطريقة برضو ما كانش ينفع ان هو يتكلم. اي حد اصلك الموضوع ده حساس يا جماعة، فاي حد هيخش ما بينهم هتلاقي الدنيا كبرت، وتلاقي بقى في زعل ما بينهم. فبصوا بقى كلهم منزلين اهو. حمدي وهو فيديو قديم، بس حمدي هو بيحضن اخوه. حمدي منزلها ومحمد منزلها، يعني اللي هم اخوات، ومهما حصل ما بينهم اللي هم في الاخر برضو اخوات وبيرجعوا يتصالحوا. وزي ما بيقولوا يا جماعه، مصارين البطن بتتعارك زي ما بيقولوا، يعني فاهمين. عمرك شفت مصران، على رأي محمد هنيدي، عمرك شفت مصران بيطرد اخوه؟ ما فيش حد طبعا يقدر يطرد مصران، يطرد اخوه بره البطن، يعني ازاي؟ فمهما هو ده اللي انا عايزه اوصله لكم، وهو ده اللي حمدي فعلا هو محمد عايز يوصلهم لكم، ان هما مهما زعلوا او اختلفوا في الاراء او حد زعل من حد، في الاخر مسيرهم لبعضيهم. دوت اما كان محمد بيستقبل حمدي في المطار، اما كان حمدي جاي لهم السنه اللي قبل اللي فاتت في رمضان، وكان عاملها مفاجاه للعيله. هو محمد بس اللي راح استقبل حمدي، وحمدي كان مأمنه على ورقه وعلى فلوسه وعلى كل حاجه كان بيخلصها له في مصر كان محمد. فهي يا جماعه مجرد بس زوبعه في فنجال كده اهوت، وهتخلص وهتروح لحالها، وان شاء الله الامور هترجع كويسه احسن من الاول. وبجد يا ريت المفاجاه اللي هم بيقولوا عليها فعلا فعلا هي دي بقى اللي احنا بنتمنوها. يعني شفتوا بقى، احنا كنا بنتمنى مثلا محمد وعلاء ينزلوا مصر فاهمين، ويجتمعوا بقى مع اهلها والكلام ده كله. لا، احنا مش عايزين بقى محمد ينزل مصر، احنا عايزين محمد يسافر تركيا ويثبتوا فعلا للناس اللي هم كويسين، ويحضروا سبوع مسك. بجد والله هو دوت اللي احنا كنا عايزين نشوفوه. بصوا يا جماعه، والله الزعل باين عليهم ازاي. احنا مش حابين ان هم نشوفهم ان هم زعلانين. يعني محمد وشه خاسس، والاء برضو وشها خاسس من الزعل والتفكير وكتر الكلام. الكلام ده برضو كده بيحرق الدم وبيحرق الاعصاب، وهم رايحين في رحله يتبسطوا، وكان زمانهم منزلين خروجات ومبسوطين. يعني حتى محمد كان بيقول احنا لسه كنا قايمين من النوم يا جماعه، عشان كنا سهرانين امبارح بنتفسح ومبسوطين وكده. فكنا احنا بقى مستنيين الايام دي بقى الفسح بقى والفلوجات بتاعه الخروجات والحاجات الجميله بقى اللي هي في جورجيا، اللي محمد كان هيوريها لنا، ورايح هناك ليه، والسياحه اللي هناك عباره عن ايه. كان هو دوت المفروض اللي ينزل. فزي ما بيقول محمد، خليهم بقى يركزوا في شغلهم، ده احسن حاجه. هو ده المحتوى اللي احنا مستنيينه من محمد، اللي هي الفلوجات الخروجات بقى، ويورينا اماكن السياحيه هناك والكلام ده كله. وبرده كنا مستنيين من حمدي يورينا فلوجات الولاده. برده حمدي منزل اغنيه جميله قوي، برده هبقى اعمل لكم فيديو عنها. فهو ده اللي احنا كنا مستنيينه. فكل دوت بيأخرهم فاهمين في الفلوجات اللي هم كانوا محضرينها، والخروجات والفسح والكلام ده كله. فاحنا هو ده بقى اللي احنا منتظرينه من عيلة الحاج جابر، ومن حوارات، ومن عيلة حمدي الكلام الجميل، الحاجات اللي هي فيها طاقة ايجابية. فبجد ربنا ما يعكرش صفوهم ابدا ابدا ابدا، ويفضلوا كده هو فعلا سند لبعضيهم، ويفضلوا كده كويسين مع بعض. ادي حسن كان منزل الصوره دي، ومحمد كان منزل الصوره ديت، وان هم كويسين، وان هم في الاخر ما لهمش غير بعض. حتى لو صور قديمه يا جماعه، بس برضه هم منزلينها في الوقت دوت علشان خاطر يثبتوا للناس اهوت انا بكلم محمد، ومحمد كويس وبنزل صوره عندي، وهو كمان بينزل صوره عنده. وقريب قريب قريب قوي ان شاء الله هتلاقوهم متجمعين مع بعض، وهيصوروا لنا احلى فيديو وهينزلوه على اليوتيوب، وهيبقى اقوى رد كده اهوت للمتابعين ان هو كويس مع اخواته، وان هما مفيش اي حاجه تعكر صفوهم مع بعض.
لان بجد الواحد كان حزنان كده هوت وزعلان من قلبه اللي كان حاصل ما بينهم. ودي برضو الصوره اللي كان حمدي هو ووفاء اما جم برضو صوروها هو ونهال وحسن اللي هم كلهم كويسين مع بعض. هو طبعا دوت اللي احنا نفسنا كنا نشوفوه من زمان. فالحمد لله الحمد لله. هي برضو معين بقى جات لهم حسد جالهم كده هوت اللي هم يتقلبوا كده على بعضيهم وكويس يعني. الحمد لله قدر الله ما شاء فعل. اللي حصل حصل واللي راح راح خلاص، وان شاء الله ما تحصلش حاجه وحشه ما بينهم، واللي جاي هيبقى احسن. وديت الصوره ديت طبعا ديت ايد الاء. انتوا عارفين بالضوافر اللي كانت مركباها كانت ماسكه الصوره ديت بتاعت حسن ونهال وبتصورها وبتقول لنا نهال كانت بتقول لها ايه، وهي بترد على نهال بتقول لها ايه، وان هم كويسين ومفيش حاجه ما بينهم وربنا يختار لهم الاصلح. بس عايزين نقول لك الساعه مفتوحه في ايديكي ولا ايه يا الاء؟ خلي بالك لا تقع. ودي صوره توته القمر. طبعا كان زياد عند محمد وكانوا فاتحين بيكلموا حسن لايف، وكان بيقول لها بنتي يا توته كلمي عمو كلمي عمو، طبعا على حسن. وكان زياد عنده، وان هم لغايه قريب ما كان زياد عنده هوت في الامارات وهم كويسين، وبيقول لها كلمي عمو قولي هاي لعمو ما اعرفش ايه. وزياد كمان عمال يقول له الدنيا بتشتي ولو في مطر بيقولوا الدنيا هتغرق هنا وما اعرفش ايه. ويعني اهو الدنيا كويسه بين محمد وحسن. فمش عارفين بس ايه اللي حصل كده وقلب الدنيا على بعضيها. فبجد ربنا يصلح لهم الحال. يعني حسن ومحمد كويسين وبيكلموا بعض اهوت فيديو مفيش اي مشكله. ونهال بتكلم الاء والاء منزله الستوري دوت بينها والمحادثه بينها وبين الاء وابن نهال والاء. بص نهال كاتبه لها ايه يا سيدي على الروقان. طب بذمتك يا الاء الرحله الحلوه دي تنفع من غيرنا؟ ده شايفين يعني اهي نهال بتكلم الاء وبتقول لها تنفع الرحله ديت من غيرنا، والاء هترد عليها تقول لها ان شاء الله هنتجمع قريب ونعملوا رحله ونخربها خروجات وفسح وسفر والكلام ده كله. فاهو يا جماعه مش هينزلوا كل دوت كده هوت فيك يعني، لا اكيد منزلينه من قلبهم. انا مش معقوله هبقى زعلانه منك وهنزل صورتك، ومش معقوله هكلمك وانا زعلانه منك عشان بس مجرد التصوير. هما اتصالحوا وكويس اللي هما اتصافوا بسرعه والدنيا هدت ما بينهم والامور بقت احسن. طبعا راحت جايه رد عليها الاء قالت لها ان شاء الله نتجمع تاني ونخربها سفر وخروجات، وربنا يبعد عننا اي حد بيحاول يفرق بينا. احنا اخوات وهنفضل اخوات وهنفضل اخوات. دوت الرد اللي ردته عليها الاء بين نهال المحادثة وبين آلاء. ودوت كان نزل عند نهال وعند حسن وعند آلاء. وطبعا كانوا لازم بجد يطلعوا يهدوا الدنيا بالاستوريات والكلام الحلو اللي هما بيقولوا لبعضهم دولت عشان الدنيا ما تكبرش اكتر من كده ومحدش يشمت فيهم. يعني الحمد لله علشان خاطر بجد محدش يشمت فيهم، لان هو ده اللي احنا اخدينه عنهم بجد. وكان طبعا كلام كتير وبيتكلم بقى على آلاء وهيمسكوا بقى آلاء وهيسلخوها، وهي يا عيني البت مش مستحمله ومش ناقصه كفايه بجد اللي هي فيه. والله آلاء يا جماعه دي صعبانه عليا بجد، والله صعبانه عليا. ما فرحتش في حمل وما فرحتش في ولاده وما فرحتش في اسبوع، والحمل التاني مش فرحانه بيه. حتى الفسحه اللي الناس حاسدينها عليها في جورجيا هي مش متهنيه بيها. المشاكل زي ما بيقولوا وراها وراها مسافره لها اخر الدنيا يا عيني برضو. والبت يعني عيشتها متنغص عليها الصراحه زي ما بيقولوا. المشاكل والزعل اهو بص مش ملاحقاه منين ولا منين، سافرت اخر الدنيا وبرضو الكلام بيجي لها وكلام بيوصل لها ربنا يصلح حالهم. طبعا برضو بيردوا بقطعا اهوت بالصور اللي هي بتجمعهم سوا بينهم وبين بعضيهم. احلى صور واحلى تجمع عائلي عايزين يعرفوا الناس. وعايزه اقول لكم كلهم يعني كانوا كلهم مختفيين خالص بقالهم يومين على الانستجرام، ولا صور ولا ستوري ولا اي حاجه بينزلوها. مره واحده بقى كده من امبارح والنهارده كله نزل بقى الجمع الجميل بتاع العيله. زياد ونيرة ومحمد وآلاء ونهال وحسن عايزين يعرفوا الناس ان هم ملهمش غير بعضيهم، وان هم هيفضلوا كده سند وظهر للبعض. وهو بص هنفضلوا احلى عيلة في الدنيا. بس معلش الحتة ديت اتقصت يعني كده من تحت ما عرفتش مش طالعة واضحة يعني. بس هي هنفضل احلى عيلة في الدنيا.
عشان يثبتوا للناس اللي هم برضو ايد واحده، وان هم مفيش حاجه هتفرقهم، ومهما يحصل ما بينهم مصيرهم لبعض. واحلى حاجه عملوها اللي هم رجعوا كده بسرعه بسرعه وتصالحوا وبقوا كويسين مع بعضيهم، علشان خاطر محدش يوقع بينهم ومحدش يقول كلام ويزود يحط ايه بنزين على النار يزود الشعليله زي ما بيقولوا. فربنا يصلح حالهم ويهدي سرهم. وبجد احلى مفاجأة اللي احنا هنشوفوها ان هم بجد يظهروا كلهم في في اسبوع مسك بقى، او يظهروا كلهم عند حمدي. فمش عارفين. دي برضو كانت صورة من ضمن الصور كانت آلاء منزلاها وكان زياد منزلها، اللي هو كويس مع آلاء وكويس مع محمد. طبعا عايزه اقول لكم استحالة زياد يزعل من محمد خالص. عايزه اقول لكم ده اعتبر محمد هو اللي مربي زياد، ده اعتبر ابنه بصراحة يعني. لاني كنتوا شايفين لما كان محمد في مصر كان زياد ما كانش بيسيبه، كان على طول زياد معاه. حتى ما راح الامارات برضو اديكم شفتوا زياد راح له زيارة وما عمل معاه المقلب بتاع اللهو الخفي. يعني هو محمد بيعز زياد، وزياد فعلا بيحب محمد وكويسين، وبيحب برضو آلاء وبيحب نال، والعيلة كلها كويسة مع بعض. هي بس ساعات بتحصل كده هو تعين والله بتبقى جات لهم وحاجة حصلت كده، وان شاء الله ربنا يبعد عنهم اي حاجة وحشة واي اذى، ويرجعوا كده العيله بتاعت زمان كده الحلوه اللي احنا كنا بنستنى منهم الفلوجات والمحتوى بتاعهم الجميل. زي ما محمد ما بيقولوا ان شاء الله بقى خلينا كل حاجه كده هو خلصت وراحت واحنا اتصالحنا وبقينا زي الفل، ومفيش حاجه بيني وبين حسن ولا بيني وبين نهال ولا بيني وبين عم رزق ولا عيله الاء. وعايزين بقى نركز في المحتوى بتاعنا، وهو دوت اللي احنا فعلا طالبينه من محمد، ان هو يركز بقى في المحتوى بتاعه عشان كمان خاطر نفسيه الاء يا جماعه. يعني مشكله العصب السبع ديت لا قدر الله مش عايزينها ترجع لها تاني او تتعب تاني، او هي داخله مثلا على ولاده ما يحصل لهاش اللي حصل لها تاني. بجد احنا عايزينها تروق نفسيتها وتبقى يعني مرتاحه بجد. دي احسن حاجه الاء تعملها، ان هي بقى تكبر دماغها من اي مشاكل خالص خالص خالص. هو ده برضو اللي بنطلبه من اهلها برضو ما يتكلموش خالص عن حياة بنتهم خالص. بجد هو ده اللي احنا عايزينه، ما يجيبوش سيرة آلاء في اي حاجة. عندها مشاكل فرحانة زعلانة، لا بلاش تتكلموا بجد على آلاء، لان آلاء اكتر حاجة برضو بتضايقها ان اهلها يبقوا زعلانين منها، والناس تقعد تقول لها انت عاقه ما بتساليش في اهلك وانت ما كل ده تعب اعصاب ليها. فربنا يهدي سرها بين اهل جوزها وبين اهلها ويختار لهم الاصلح ان شاء الله. طبعا دوت كان الفيديو بتاعنا النهارده، يا رب يكون عجبكم. واستنوا بقى كده الفلوجات الحلوه الجميله ان شاء الله اللي هتنزل على القنوات بتاعتهم، هتبقى كلها فرح وحاجات طاقه ايجابيه وطاقه حاجه تفرح المتابع. بالتعود دايما حوارات وعيله الحاج جابر وعيله حمدي ان هم يفرحوا المتابع بتاعهم. وطبعا انا بشكر كل حبايب قلبي اللي دخلوا نوروني بالقناه بالاشتراك وباللايك وباحلى كومنت. ولو لسه ما اشتركتش اشترك وفعل الجرس عشان خاطر يوصل لكم كل فيديو جديد انا بنزله لكم، وان شاء الله قناتي هتكبر باحلى عيله. وما تنسوش طبعا كده دعوه حلوه لاختكم بصلاح الحال ليا وليكم، يا رب كل اللي في نفسه حاجه يا رب بجد بجد تتحقق. وادعوا لي كده يا جماعه بجد قناتي تكبر وتتفعل، هي دي امنيتي والله بجد، قناتي كده تتفعل كده وتكبر باحلى اخوات وباحلى عيله في الدنيا. ما تنسوش طبعا تحطوا اللايك وتشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل فيديو جديد انا بنزله لكم. هتوحشوني واستنوني فيديو جديد. مع السلامه، سلام.